النبي عليه الصلاة والسلام زعلان من بعض الصحابة. ليش؟ أولا صلوا الحبيب عليه الصلاة والسلام وركزوا معي في هذا الموقف اللي من أجمل مواقف السيرة اللي سمعتها عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. يا حبيبي يا رسول الله، يوم من الأيام دخل المصطفى عليه الصلاة والسلام والصحابة جلوس، فقاموا له هيبة وإجلالا لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. هنا غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال للصحابة: لا تقوموا لي كما تقوم الأعاجم لملوكها. هنا الصحابة نكسوا رؤوسهم استحياء من النبي عليه الصلاة والسلام. هنا مين دخل ولطف الموقف؟ شخصية أحبها جدا جدا، ممكن أنتم كثير قرأ عن سيرته في الشعر فقط، اللي هو حسان بن ثابت. اقرأوا عن سيرته والله لا تحبون شخصيته، حب عظيم. دخل فهم الموقف، شاف النبي غاضب والصحابة منكسر رؤوسهم، ففهم الموقف، فنظر للنبي عليه الصلاة والسلام وارتجز بسرعة بديهة وقال: قيامي للعزيز علي فرض وترك الفرض ما هو مستقيم، عجبت لمن له عقل وفهم يرى هذا الجمال ولا يقوم. يا الله يا الله، هنا تبسم النبي عليه الصلاة والسلام وطاب خاطر أرواحنا للفداء. وأخيرا نحبكم في الله وصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام.